السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عطية وفيديو جديد. بيجي لي كومنتات كتير جدا عن التخصصات المطلوبة في تركيا أو الدراسة في تركيا. طب لو أنا جيت درست إيه هي التخصصات المطلوبة هنا في تركيا بشكل عام وفي اسطنبول اللي أنا أقدر أدرسها وأخرج ألاقي شغل. طيب خلينا كده في الفيديو ده إن شاء الله أقول لكم عن التخصصات المطلوبة الأهمية بالترتيب من وجهة نظري، تمام؟ وخلي الفيديو ده يبقى يعني أول فيديو من سلسلة الدراسة في تركيا. إن شاء الله هعمل لكم سلسلة للدراسة في تركيا مع كذا طالب. يعني الفيديو ده أولاني هيبقى معايا لأن أنا درست هنا في تركيا برضو، فهقول لكم لما احنا كنا عاملين فيديو قبل كده عن الدراسة، ولكن ما كانش عن الدراسة بشكل عام والحاجات اللي جوه الدراسة، كان فقط عن الأوراق والتقديم والحاجات دي. ولكن خليني النهاردة أتكلم عن التخصصات بقى والدراسة في الجامعات نفسها، ونبدأ السلسلة من معايا الأول، وبعد كده إن شاء الله الفيديوهات الجاية تبقى مع طلاب تانيين درسوا هنا برضو في اسطنبول تخصصات مختلفة، أقدر أعمل معاهم فيديو إن شاء الله ليكم. طيب خلينا نبدأ الأول بدراستي وأنا درست إيه وعملت إيه، وبعد كده أبدأ أقول لكم التخصصات. أولا أنا درست هنا MBA Master of Business Administration، اللي هو ماجستير إدارة أعمال. قدمت عليه من مصر في جامعة اسمها بيكوز. وبعد كده يعني ارسلت لهم الاوراق بتاعتي، والكلام ده كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده. بتبعت لهم الاوراق، بيبعتوا لك خطاب موافقه، بتروح بالخطاب الموافقه ده تاخد فيزا دراسه من السفاره بتاعتهم. ثم بتكون انت دفعت نص الفلوس، بعد كده ترجع تركيا تكمل اوراقك وتدفع النص الباقي وهكذا. تمام. طيب الدراسة هنا ماشية ازاي في الجامعة، وهل الدراسة سهلة ولا صعبة؟ بالنسبة للسهولة، بالنسبة للماستر هنا المدة بتاعته كانت سنتين. تمام. سنتين، كل سمستر عندك غالبا 6 مواد. وهنا في نظام عندهم حلو قوي، انك المادة لو انا مش فاكر بصراحة اذا كان النظام ده موجود عندنا في مصر ولا لا، او مش فاكر كان في كليتي موجود ولا لا بصراحة، بس غالبا كان موجود برضه، غالبا مش متأكد. ان انت مثلا امتحان 6 مواد، في مادتين مثلا سقطت فيهم تقدر تخش امتحان اعاده في نفس السمستر برضو لنفس المادتين، بحيث ان انت تتخرج يعني تكمل تتنقل للسمستر الثاني من غير ما يكون عندك مواد. ولكن لو لا قدر الله بقى انت سقطت فيهم تاني، ممكن تتنقل السمستر الجاي بمادتين من اللي فات ومع شويه مواد من الجديد. المهم ان بيوفق لك الدنيا، وحتى في سمر كورس بيوفق لك الدنيا انت تقدر تتخرج في السنتين. وكمان لو انت خلصت السنتين كلهم ولسه عندك بحد اقصى تقريبا مادتين او 3، تقدر تخش حاجه اسمها امتحان تخرج، اللي هو بتمتحن، بيبقى اخر فرصه تمتحن ال3 مواد دول تاني عشان تقدر ان انت تنجح فيهم وتتخرج. انا حصل معايا كده، وكانوا مادتين وامتحنت فيهم الحمد لله واتخرجت، وخدنا الماستر والشهاده. وهبقى احط لكم كده صور وفيديوهات من حفله التخرج بتاعتي. طيب خلينا نقول دلوقتي انا ليه خدت MBA اصلا. اولا لان انا درست في مصر تجاره، قسم لغه انجليزيه، قسم محاسبه باللغه الانجليزيه، يعني قسم محاسبه. وكانت يعني ممكن اقول شهاده اضافيه ليا. كنت حابب ان انا اخد حاجه في مجال البيزنس، لان ده شغلي، انا شغال في البيزنس، شغال محاسب. عايز اعرف انواع الشركات، عايز اعرف يعني حاجه ريليتد لدراستي. كنت ممكن اخد حاجه فاينانس برضه، بس انا فضلت ان اخد MBA. وبرضه دلوقتي بعمل شهادات مهنيه في المحاسبه، دي قصه تانية. طيب خلينا نقول، هل تخصصي اصلا مطلوب الحسابات او المحاسبه هنا؟ مطلوب، ولكن مش بالاهميه الكبرى للتخصصات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. يعني الحسابات لو انت محاسب عايز تيجي تشتغل في تركيا، تقدر طبعا لو انت من بلدك تقدم زي ما قلنا على لينكد ان او موقع انديد. موقع انديد او موقع لينكد ان من اهم المواقع هنا في تركيا اللي تقدروا تقدموا عليهم، او موقع تاني اسمه كارير او كارير بالتركي، هبقى اسيب لكم اسمه يعني. المهم المواقع دي تقدر تقدم عليها من وانت في بلدك، ويقدروا هم يتواصلوا معاك بخصوص الشغل. في شغل للمحاسبه وللحسابات، في شغل، ويا حبذا لو انت بتعرف تركي طبعا. وممكن لو شركات كبيره قدمت عليها ما عندهاش مشكله انها تجيبك. خلينا بس نتكلم في نقطه سريعا بس في النص كده، بحته الشركات انها تجيبك من بلدك او لا.
طيب كل شركات هنا يا جماعه، او كل شركه في اوروبا عموما، مش تركيا بس، اوروبا عموما بيبقى عندها حاجه اسمها كوتا. يعني ايه كوتا؟ بيبقى عندها مثلا عدد معين من الاجانب اللي تقدر تجيبهم من الشركه من بره البلد. يعني لو والله شركه صغيره ما عندهاش عدد اتراك معين، يعني لو شركه صغيره ما عندهاش 5 اتراك قصاد كل موظف اجنبي، ما تقدرش تجيبك تشتغل لو انت اجنبي. لو شركات صغيره لا يتعدى الربح السنوي بتاعها ارقام معينه بملايين يعني بالليره التركيه، مش فاكر الرقم بالظبط، ما تقدرش انها تجيب اجنبي الا لما يكون كل قصاد واحد اجنبي 5 اتراك. تمام؟ ده بالنسبه للشركات الصغيره والمتوسطه برضو الى حد ما. بالنسبه للشركات الكبيره لا، الشركات الكبيره بيبقى عندها اجانب كتير ويبقى عندها الكوتا مفتوحه. يعني في شركات بقى تقول لك والله انت مسموح لك تجيب في السنه 2 اجانب 3 اجانب، لكن الشركات الكبيره بتبقى مفتوح لها. وفي اعرف ناس شخصيا جم من مصر لتركيا باقامه عمل على طول، وقدموا من شغل من مصر على طول وجم وما فيهاش اي مشكله خالص. تمام؟ ولكن ده بيرجع للاخر، عشان ناس كتير قوي تقول لي انا بقدم ومحدش بيكلمني، ده يرجع للاخر للشركه اللي حضرتك مقدم عليها. هل هي شركه كبيره ولا لا، تقدر تجيبك ولا لا. دي نقطه، دي بس نقطه في النص كده عشان نكمل. بالنسبه بقى للتخصصات المطلوبه هنا في تركيا، اولا اول حاجه واهم تخصص مطلوب هنا في تركيا وبشده، ومش لازم كمان تكون بتعرف تركي، هو الطب البشري. اي دكتور بشري يقدر يجي يشتغل هنا في تركيا بدون ما يكون بيعرف تركي، وبدون ما يعمل معادله، ومن غير ما يكون معاه جنسيه كمان. تمام؟ الطب البشري، او غالبا خليني عشان ما بقاش مش متاكد من المعلومه، غالبا لازم يعمل معادله، بس مش لازم يكون معاه الجنسيه. ليه انا بقول كده؟ لان تخصص مثلا زي طب الاسنان، طب الاسنان هنا من التخصصات المطلوبه، ولكن في وفره كبيره قوي في دكاتره الاسنان هنا في تركيا. وعشان كده الدوله حاطه شروط صعبه شويه ان اي اجنبي يجي. يعني لو انت حضرتك دكتور اسنان في بلدك تقدر تيجي لتركيا وتشتغل، ولكن بشرط. ايه هو الشرط؟ ان انت اول حاجه لازم تعمل معادله. المعادله دي بتبقى بتذاكر لها يعني كتب معينه او حاجات معينه، تذاكر لها لمده سنه ولا حاجه، وتخش الامتحان حصرا او يعني لازم يبقى باللغه التركيه. فتاني حاجه حضرتك لازم تكون بتعرف تركي عشان تعرف تترجم الامتحان، عشان تعرف تحل. وتالت حاجه لازم يكون معاك الجنسيه التركيه، لازم قطعا. ما تنفعش تشتغل دكتور اسنان في تركيا الا لما تكون تركي الجنسيه. لازم يكون معاك جنسيه تركيه، ولازم يكون معاك معادله. طيب بالنسبه بقى للشباب اللي بيجوا من مصر يدرسوا اصلا هنا طب اسنان، طيب انت بقى دلوقتي درست طب اسنان في تركيا، فانت مش محتاج للمعادله، انت خلاص معاك الشهاده التركيه، اتخرجت من جامعه تركيه، درست طب اسنان، فانت مش محتاج المعادله في حاجه. فاضل لك حاجه واحده بس، هي الجنسيه التركيه. تقدر بعد ما انت درست في تركيا طب اسنان 5 سنين ولا حاجه، تقدر تتخرج وبعد كده تشتغل في شركه بس تطلع لك اذن عمل ولا اقامه عمل، وبعدها على طول فورا اول ما يطلع لك اقامه عمل تقدم على الجنسيه على طول. وان شاء الله باذن الله تجي لك بعدها بفتره صغيره يعني، وبعد ما تجي لك تقدر على طول انك تشتغل طبيب اسنان في تركيا عادي جدا كتركي وكواحد متخرج من طب اسنان تركيا. ولكن زي ما قلنا لو انت جاي من بره لازم معادله ولازم جنسيه. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان في الطب البشري على عكس تماما. الطب البشري انا اعرف ناس ما اشتغلوش، مش معاهم جنسيه وشغال طبيب عادي مفيش مشكله، وكمان ممكن ما يكونش بيعرف تركي، لان هم عندهم ضعف في يعني ضعف ناس، اقصد يعني عماله او ناس بتتخرج من الطب البشري ما عندهمش اطباء بشريين كتير، فعشان كده بيستقطبوا اطباء بشريين من دول اخرى. فالناس لو انت طبيب بشري ممكن تيجي هنا وتشتغل بسهوله. دي نقطه. النقطه الثانيه او تاني تخصص انا شايفه من وجهه نظري برضو مطلوب، ولكن يعتمد شويه ان انت لازم تكون بتعرف تركي. للاسف يعني كل التخصصات اللي انا هقولها في تركيا بالذات، في تركيا انا مش بتكلم على اوروبا، انا بتكلم على تركيا. اوروبا عادي ممكن تشتغل وحتى لو مش بتعرف، ولو انت مميز في شغلانتك ممكن تكون بتتكلم انجليش بس مش لازم لغه البلد اللي انت رايحها. ولكن تركيا للاسف لازم تكون بتعرف تركي، فدي ممكن حاجه صعبه للبعض شويه. لكن لو انت ربنا كرمك وتعلمت التركي في فتره قصيره تقدر ان انت تيجي تشتغل بكل سهوله. والتخصص الثاني اللي احنا هنتكلم عنه هو البرمجه. في ناس شايفه ان مثلا الاي اي دخل فشغلانات البرمجه قليله فمش عارف ايه.
انا من وجهة نظري لا، تقدر ان انت تشتغل ان شاء الله باذن الله. الاي اي بس هو مجرد تول بتساعدك مش اكتر. بدل ما كنت انت بتقعد تكتب اكواد وتسهر ليل نهار عشان تعمل كذا كذا، الاي اي ممكن يلخص لك الكلام ده كله، ولكن انت بتفضل تديله اوامر للحاجات اللي انت عايزها على طول على طول على طول. يعني تقدر اللي هو خليه يساعدك في تطوير الابلكيشن او الويب سايت اللي انت بتعمله. فاكيد الناس المبرمجين اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي او هم فاهمين اكتر مني في الموضوع ده، وانا اخويا كمان مهندس برمجه، فانا هو شغال زي الفل الحمد لله. فبيساعدوا الاي اي في شغله، ولكن مش هيلغيك تماما. يعني حتى برضو في الحسابات عندنا في برامج اقدر اديلها شيت الاكسل يحلل لي الشيت كله ويخرج لي كل الحاجات اللي انا عايزها، ولكن هي تول فقط بتساعدك، لكن هو مش هيلغيك انت تماما، لا. لان الاي اي شغال على المعطيات اللي انت بتديها له. فانت اصلا لو من الاول مديله شيت اكسل اللي فيه معطيات غلط، او مديله حسابات مثلا داخل فيها قيود مخالفه للمعايير المحاسبيه، هو مش هيعرف، هو هيشتغل على اللي انت مديهوله. فلازم انت تبقى موجوده، هي مجرد بس اداه بتساعد. فخلينا نقول ان التخصص الثاني المهم في تركيا هو البرمجه، والتخصص الثالث هو تخصص اللوجيستيك من وجهه نظري، اللوجيستيك والشحن. في قسم هنا في تركيا او في كليه مش فاكر اسمها ايه بالظبط، بس هي اسمها حاجه لوجيستيك يعني. المهم هي خاصه بالشحن وبالاستيراد والتصدير والحاجات دي. انت بتتخرج منها بتشتغل مسؤول شحن في الشركات هنا في تركيا. ويا سلام بقى لو اشتغلت مسؤول شحن في شركه اجنبيه، مرتبك كويس قوي 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 هنا في تركيا. بالنسبه للشركات الاجنبيه لو هتشتغل فيها مسؤول شحن. ولكن برضو كل الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي هتتطلب سعي منك شويه وتدوير شويه على الشغل لحد ما تلاقي. لكن وانس ان انت لقيت شغل معين ان شاء الله باذن الله حالتك هتبقى كويسه هنا جدا، وهتقبض مرتب كويس قوي من الشغلانات اللي انا قلتها دي. فدي من وجهه نظري التخصصات المطلوبه هنا في تركيا، ودي اهم 3 تخصصات. هل معنى كلامي ان كل التخصصات الباقيه مش مطلوبه؟ لا، مطلوبه ومشغله، واي حد ليه شغل في اي مكان. ولكن خليني اقول لك في الاول وفي الاخر هي سعي منك مش اكتر، سعي منك وانك تدور على شغل، وانك ما تيأسش بسرعه، وانك تيجي هنا تقعد شهر ولا شهرين مش عارف تشتغل فتقول خلاص انا هرجع بلدي. لا، الغربه والشغل بره عايز النفس الطويل. نفسك طويل وهتقدر ان انت تدور، تعالى. نفسك قصير ومش هتستحمل وعايز ترجع بلدك، خليك في بلدك احسن ما تجيش هنا. فبس دي كانت نظرة سريعة بس كده عن دراستي في تركيا وعن التخصصات المطلوبة هنا. وخليني اعمل لكم فيديوهات جديدة عن تخصصات تانية ومع طلاب اكتر عشان تعرفوا الدراسة هنا في تركيا ماشية ازاي. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.